ما بقتش فاهم حاجة بجد. كل مرة نفس السيناريو، بقدم وبتعب وفي الآخر بيتقالي مش مناسب لثقافة الشركة. طب ايه هي ثقافتي أصلا؟ أنا مش عارف أنا مين أساسا. يعني أنا الفشل اللي حصل لي، ولا أنا ممكن أكون حد تاني؟ هو أنا اللي حصل لي ولا اللي بختاره؟ سؤال زي اللي بيتسأل ده قلب حياة فيلسوف مهم جدا. والفيلسوف ده قال الإنسان ما عندوش وصفة جاهزة، الإنسان بيخلق نفسه بنفسه. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الأول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا على طول. في الحلقة دي هنتكلم عن واحد من أخطر الفلاسفة في القرن العشرين، جان بول سارتر. الراجل ده قال جملة خلت ناس تحبه وناس تكرهه: الوجود يسبق الماهية. يعني ايه الكلام ده؟ وليه الناس شافت فيه تحرر زيادة عن اللزوم، وناس شافت فيه عيب وتقل زيادة عن اللزوم؟ وهل فعلا احنا احرار ولا بنضحك على نفسنا بشوية كلمتين فاضيين في الاخر؟ في الاول، مين هو جان بول سارتر؟ اتولد سنة 1905 ومات 1980. فيلسوف وكاتب وروائي فرنسي، وواحد من مؤسسي المدرسة الوجودية. رفض طبعا الحصول على جائزة نوبل، وقال ما ينفعش الكاتب يكون تحت أي سلطة حتى لو كانت جايزة. اشتغل أستاذ في الفلسفة، وشارك في المقاومة الفرنسية ضد النازية، وارتبط بالفيلسوفة والكاتبة سيمون دي بوفار، واللي هنبقى نعمل عنها حلقة قريب جدا. أفكاره كانت دايما بتلف حوالين الحرية والمسؤولية والقلق الوجودي. طيب يعني ايه الجملة اللي بدينا بيها حلقتنا النهاردة: الوجود يسبق الماهية؟ عند الكائنات العادية زي الكرسي مثلا، المصنع بيكون عنده فكرة مسبقة: أنا هعمل كرسي. المصنع بيكون عنده الفكرة دي من قبل كده مترسخة في ذهنه: أنا هعمل كرسي علشان الناس تقعد عليه. يبقى الكرسي له ماهية، بين قوسين خلينا نسميها جوهر، قبل ما يتصنع. لكن الإنسان بالنسبة لسارتر مختلف شوية. الإنسان بيتولد ويترمي في العالم، زي ما بيقول هايدجر، من غير ما يكون له هدف أو وصفة جاهزة. لكن برجوعنا لسارتر هنلاقي ان الانسان اولا يوجد، ثم يعرف نفسه بعدين. يعني مش مولود علشان يبقى دكتور او موظف او فاشل، انت اللي بتختار في الاخر تبقى مين. الفصل اللي بعد كده حابب ان انا اتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا في فكر سارتر، وهي هل الحرية عبء علينا؟ سارتر كان شايف ان الانسان محكوم عليه بالحرية. يعني ايه محكوم عليه بالحرية؟ يعني حتى لو انت ما خدتش قرار، انت كده برضو اخدت قرار بعدم اتخاذك القرار. مفيش مفر من الحرية، وكل حرية ضروري يكون وراها مسؤولية. انا مسؤول مش بس عن نفسي، لكن عن الانسانية كلها، لان باختياري ده انا بحدد صورة الانسان اللي المفروض يكون عليها. مثلا علشان نقرب الفكرة، لو اخترت الكسل، انت كده بتقول بشكل غير مباشر ان الكسل اختيار انساني ممكن ومقبول جدا. وده بيخلق قلق وجودي بعدين، لانك حاسس دايما ان كل حاجة على كتافك. فكرة تاني بشوف ان هي مهمة جدا في فكر جان بول سارتر، وهي فكرة الغثيان والعبث. يعني في روايته الغثيان، بطل الرواية أنطون بيعيش إحساس غريب وهو ماسك حجر شجرة. بيحس إن وجوده ووجود الشجرة بلا معنى. الشعور بالفراغ ده هو اللي سماه الغثيان، وده نتاج من إن الإنسان لما يكتشف إنه حر وإن مفيش حاجة موجهة في حياته بيحس إن كل شيء عبثي. لكن سارتر مش بيقولك تيأس، بالعكس بيقولك في غياب المعنى الجاهز انت اللي تخلق المعنى بنفسك، انت مش الظروف. يمكن واحد من اقوى التطبيقات فكرة سارتر هو فكرة انك مش اسير الظروف بتاعتك. الفقير ممكن ينهض، اللي فشل ممكن يعيد تعريف نفسه، اللي الناس شايفينه بلا قيمة ممكن يقرر يبقى انسان عظيم جدا. انت مشروع مستمر، مش منتج نهائي من وجهة نظر الناس. طيب هل احنا ممكن في يومنا دول ننتقد سارتر؟ في ناس شايفين افكاره مثالية زيادة عن اللزوم. طيب والناس اللي عايشة تحت قهر اقتصادي او اجتماعي، هل عندهم نفس فرص الاختيار؟ بيتهيألي صعب قوي.
لكن كمان مارتن هايدجر نفسه رغم انه اثر في سارتر بشكل كبير انتقده، وقال ان الحرية مش مجرد اختيار لكن لها جذور في الوجود نفسه. برضه فيمينيست زي سيمون دي بوفوار طورت افكاره وقالت ان المرأة تصبح امرأة بفعل المجتمع، مش لمجرد انها تختار تكون كده. في النهاية لما بنيجي بنشوف جان بول سارتر كان صادم، ولكنه في الحقيقة كان صادق جدا في تعبيره. قال للإنسان مفيش معنى جاهز، لكن عندك القدرة انك تصنع المعنى بتاعك بنفسك. قالك مفيش وصفة، بس عندك مسؤولية تطبخ نفسك بنفسك. هل هتعيش على انك نتيجة الماضي، ولا هتختار تعيش على انك مشروع للمستقبل؟ دي كانت كل حاجة النهاردة أنا حبيت إن أنا أقدمها عن المفكر والفيلسوف الكبير جان بول سارتر. في نهاية الحلقة أنا حابب أسمع رأيك تحت في الكومنتات، قول لي رأيك في الحلقة. وفي النهاية أنت هنا كنت في برنامج الفيلسوف، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يجيلك كل الحلقات اللي بعملها أول بأول. وأشوفكم في حلقة جديدة. سلام.